عارف ايه اوحش حاجه بنعملها في نفسنا كل يوم؟ السكرولينج على السوشيال ميديا. كل يوم بنضيع حياتنا في فيديوهات احنا مش هنفتكر منها حاجه بعد دقيقه واحده بس، لا وكمان مش بنكون مستمتعين، والنتيجه ضياع حياتنا وفقدان تركيزنا وشغفنا. وعشان كده كان لازم نلاقي حل. السلام عليكم، اهلا يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم حسام، واحنا في الفيديو ده هنتكلم عن مشكلتي ومشكلتك ومشكلتنا كلنا، وهو افراط استخدامنا للتليفون وتاثيره على حياتنا اليوميه اللي احنا بقينا بنشوف مشاكل كتير فيها بشكل يومي. والسبب الرئيسي طلع بسبب استخدامنا للموبايل الكتير، ولان الموضوع بدأ يأثر على حياتنا بجد في كل جوانب حياتنا، فاحنا بجد بقينا محتاجين نلاقي حلول ليه. وعلشان كده عملت لكم الفيديو ده هوريكم فيه الحاجات اللي بنعاني منها بشكل يومي ما كناش عارفين احنا بنعمل كده ليه. فللاسف التليفون طلع هو السبب، وافراط استخدامنا للسوشيال ميديا. واكيد مش هقول لكم المشكله من غير ما اقول لكم الحل، فجمعت لكم حلول هتساعدني وتساعدكم ان احنا ان شاء الله نقلل استخدامنا للموبايل ونبدا نعيش حياتنا بجد ونشوف احلامنا اللي لو سبناها بسبب تقلبنا على الموبايل الكتير هي هتتبخر، محدش هيقوم يشتغل مكاننا ويعملها. فعشان كده هوريكم الحلول اللي تساعدنا ان احنا نقلل استخدامنا للتليفون. فبس كده، لو انتم مهتمين تابعوا الفيديو الاخير. الفيديو ده انا بصوره للمره الثانيه عشان بعد ما صورته معظمه اتمسح، فانا حاسه ان انا بنهار، بس هصوره لكم تاني. A few moments later. طيب خلينا نكون متفقين ان كلنا تقريبا دلوقتي بنعاني من قله تشتتنا وقله صبرنا بشكل مش طبيعي، لدرجه فيديوهات يوتيوب زي دي مش بنقدر نتفرج عليها زي ما هي، بنحتاج نسرعها او حتى ما بنحبش نتفرج عليها. طول ما احنا قاعدين بنقعد نبص كل شويه على التليفون، بنسيب اللي في ايدينا ونبص عليه، حتى لو هنبص بس على الساعه بنبص على الاشعارات اللي بتجيلنا. ما بقيناش عارفين نقعد مع اهلنا زي زمان، ولا نقعد مع صحابنا ولا نشوفهم كتير زي زمان. بقى كل تعاملنا من خلال السوشيال والشاشات. فما سألتش نفسك قبل كده هل الموبايل ليه علاقة بالموضوع ده؟ للأسف بشكل قطعي في إحصائيات اتعملت عالميا، لو متوسط استخدام الناس عالميا للتليفون هو 7 ساعات يوميا. يعني لو هتعيش 80 سنة فأنت 20 سنة منهم مضيعهم. تخيل انت 20 سنه من حياتك بتضيع على التليفون، يعني تخيل انت مش مضيع ساعه ولا 2 على التليفون، انت مضيع 20 سنه كامله من حياتك او ما يقارب ليهم. فالموضوع للاسف كارثي وبقى مأثر على حياتنا كلها وجوانب حياتنا وعلاقاتنا حتى مع الناس. فمحتاجين بجد ان احنا ناخد خطوات تخلينا نستخدم السوشيال ميديا صح، نستخدم الحاجات الكويسه اللي فيها، في نفس الوقت نبعد عن اضرارها ونبدا نشوف حياتنا ونحاول نشتغل على احلامنا، لان محدش هيقوم يشتغل عليها مكاننا واحنا قاعدين ماسكين التليفون. وعلشان نحل اي مشكله لازم نعرف ايه اصل المشكله اصلا. فهقول لكم على حاجات دلوقتي بدانا نلاحظ مشكلتها معانا بشكل يومي، وهقول لكم طبعا في الاخر الحلول. اول مشكله هي تشتت الانتباه، وان الاتنشن سبان بتاعتنا بقت قليله جدا. يعني الوقت اللي احنا بنقضيه واحنا مركزين على حاجه معينه بقى قليل جدا. بقينا دلوقتي نيجي نذاكر نلاقي نفسنا مش قادرين نقعد نص ساعه كامله على الكتاب، حتى بل اقل من نص ساعه. نيجي نشتغل على حاجه او نيجي مثلا نقعد نقرا شويه، مش قادرين نستحمل نقعد نقرا 10 دقائق في كتاب. ما بقيناش قادرين نستحمل حاجه طويله، حاجه زي فيديوهات اليوتيوب زي ما قلت لكم. فبقى تركيزنا قليل وبقينا معتمدين على الدوبامين السريع، وعلشان السكرولينج بالنسبه لنا اسهل فما بقيناش بنحب نعمل مجهود ونقوم نذاكر ونسيب الحاجه اللي بالنسبه لنا اسهل وبتدينا دوبامين سريع، ونروح نعمل حاجه الاصعب والارخم بالنسبه لنا، رغم ان في الاخر يعني احلامنا مش هتتحقق او مش هننجح غير لما احنا نعمل مجهود. فدي مشكله الاتنشن سبان، ان هو بجد قل عندنا جدا، وبسبب كمان كتر استهلاكنا للريلز، لان الريلز عباره عن 15 ثانيه او اقل، فانت بتعرض نفسك بشكل سريع ومستمر لحاجات صغيره جدا. فبقينا مش قادرين نستحمل اي حاجه طويله، اي حاجه ممله، بقينا معتمدين بس على الدوبامين السريع. طب احنا ليه اصلا بقينا مدمنين الموضوع ده؟ لان منصات السوشيال ميديا هي متصممه اصلا بناء على الموضوع ده، فكره الدوبامين السريع، الحاجات اللي تجذبنا اللي تخلينا نقعد نعمل سكرولينج اكتر. وطبعا احنا بنديهم فلوس، احنا بنفيد المنصات دي، بس في المقابل احنا بنضيع اهم حاجه في حياتنا وهي وقتنا وصحتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وللأسف الحاجتين دول احنا بنختبر فيهم دلوقتي بسبب استخدامنا الكتير قوي للتليفون. علشان المنصات دي مصممة ان هي تدينا دوبامين سريع وخلاص، فاحنا بقينا مستهلكينها بشكل مش طبيعي وطول الوقت وبشكل سريع وسهل. وحتى الخوارزميات بتاعه المنصات دي بتتعمد ان انت لو اتفرجت على حاجه مثلا عجبتك، هم بيكرروها لك كتير عشان يفضلوا يشدوك، فتفضل قاعد انت تقلب بالساعات، فانت بتفيدهم بالساعات. فزي ما قلت لكم دلوقتي على جزء من المشاكل اللي بقينا بنواجهها بشكل يومي بسبب التليفون، هقول لكم على حلول. وعلشان السوشيال ميديا احنا عارفين ان هي سلاح ذو حدين، زي ما هي بتضرنا زي ما برضو احنا بنستفيد منها، فما ينفعش مثلا نقطعها بشكل كامل. فهقول لكم على حاجات ممكن تساعدنا نستفيد من السوشيال ميديا وفي نفس الوقت ما نبقاش اذينا نفسنا واذينا اللي حوالينا. اول حاجه فلتره قائمه الفولوينج، يعني اي منصه عندنا نشوف الناس اللي احنا بنتابعها عليها.
هل في ناس احنا متابعينهم وخلاص لمجرد ان احنا متابعينهم فمش بنستفيد قوي او محتواهم مش مفيد بالنسبه لنا حتى لو هو محتوى مشهور جدا وكويس جدا، ولا الناس اللي احنا بنتابعها هي فعلا بتفيدنا؟ محتاجين نفلتر كل قوائم الناس اللي احنا بنتابعها ونتحكم شويه في الحاجات اللي بتظهر لنا، ما يبقاش اي حاجه وخلاص بتظهر لنا على حسب الخوارزميات بتاعه الفيسبوك مثلا عايزه ايه. لا، المفروض نتحكم شويه في الناس اللي بتتابعنا علشان نتحكم في المحتوى اللي بيظهر لنا، فما نظهرش قدامنا اي حاجه وخلاص، بس نظهر قدامنا الحاجات اللي هتفيدنا واللي فعلا نحس ان احنا ما ضيعناش وقتنا وخلاص على الموبايل. تاني حاجة، نلغي الريلز إذا أمكن. في منصات بينفع نعمل فيها خيار إن احنا نشيل الريلز من الصفحة الرئيسية، بحيث إن احنا الريلز متقعدش تعدي علينا فنقعد نضيع وقتنا بقى نستهلك محتوى قصير كتير فنبقى معتمدين على الدوبامين السريع. فممكن تعملوا كده في اليوتيوب او الفيس او تقريبا الانستا كمان، علشان يبقى بس الحاجات اللي بتظهر لكم هي فعلا حاجات مفيده وطويله. وبدل الريلز محتاجين نبدا نتفرج على فيديوهات يوتيوب طويله، لان فيديوهات اليوتيوب تقريبا هي اطول حاجه، فمحتاجين نبدا نتفرج على فيديوهات طويله بس من غير ما نسرعها، علشان معظمنا بقينا بنسرع الفيديوهات، وانا اولكم بنسرع الفيديوهات على الضعف مثلا. فلازم نتفرج على الحاجه بطبيعتها وبسرعتها الطبيعيه، علشان ما نتعودش ان احنا كل حاجه ما عندناش صبر وعايزينها بسرعه قوي وعايزين نوصل للحاجه بسهوله ومعتمدين بس على الدوبامين السريع زي ما قلت لكم. لا، محتاجين نبطئ الدنيا شويه ونحس بهدوء شويه. واليوتيوب حلو في حته ان احنا معظم الفيديوهات اللي عليه بتكون مفيده، يعني اكتر منصه بحسها فعلا فيها حاجات مفيده اكتر من المنصات التانية هي يوتيوب، عشان بحس الحاجات المفيده صعب ان انت تلاقيها بشكل سريع زي الريلز كده، لكن هتلاقيها في فيديوهات طويله. فاليوتيوب هتلاقي محتوى كتير قوي عليه ممكن يناسبك ويفيدك، فشوف اهتماماتك والحاجات اللي ممكن تفيدك وتابعها عشان تحاول تتفرج عليها اكتر. ثالث حاجه ان احنا نصعب وصولنا للتطبيقات اللي احنا مدمنينها. يعني انا كنت مدمنه الفيس وتقريبا لحد دلوقتي، ففي فتره معينه خدت كده اجراءات معينه ساعدتني فعلا ان انا ما بقتش بفتح الفيس. اول حاجه ان احنا نغير مكان التطبيق ده من المكان اللي احنا متعودين عليه في التليفون. يعني لو انا حاطاه في الصفحه الرئيسيه، لا انا احاول احطه مثلا في كذا فولدر او كده، علشان على ما اوصل له انا احس ان الموضوع صعب، وخلال ما انا بحاول اوصل للتطبيق اقول لنفسي ان لا مريم انت كنتي حطاه هنا علشان تبعديه عنك عشان ما تفتحيهوش كتير، فلا انت مش هتفتحيه دلوقتي. وفعلا بلاقي نفسي حاولت ما افتحوش على قد ما اقدر. تاني حاجه ان احنا نستخدم برامج بتقفل برامج السوشيال ميديا، زي برنامج ستي فوكس. ده فيه كذا خيار فيه بيخلينا مثلا نقفل البرنامج طول اليوم او نقفله مثلا في ساعات معينه من الساعه كذا لكذا او كده. فده بيساعدنا شويه ان احنا يعني يبقى عندنا حاجه قافله لنا الحاجه، حتى لو انا ضعفت وعايزه ادخل البرنامج دلوقتي لا هو مقفول دلوقتي، ولو احتجته في حاجه يعني مهمه قوي قوي اقدر ارجعه عادي وافتحه. ثالث حاجه نعمل وضع التركيز على التليفون. في تليفونات بيكون فيها وضع التركيز ده بيخلينا ان البرنامج نفتحه مثلا لمده 5 دقائق بس ونقفله تاني، فزي بيجبرني ان انا هفتح البرنامج دلوقتي 5 دقائق لو انا محتاجاه وبعد كده اقفله تاني وهو بيقفل من نفسه، فبيجبرني ان انا ما استهلكش المحتوى كتير. رابع حاجه ودي ممكن تكون صعبه شويه، ان احنا نمسح البرامج اللي احنا مدمنينها. يعني حاجه زي الفيسبوك ده اكتر حاجه انا مدمناها وبحس ان انا بضيع وقت عليها من غير ما استفيد، يعني اكتر حاجه فعلا بقعد سكرول وخلاص من غير ما احس ان انا يعني انا خدت قيمه مثلا من القعده دي. غير كده انت اصلا البوستات والفيديوهات اللي بتشوفها مش هتفتكرها بعد دقيقه واحده حتى، فالموضوع بجد مرعب، انت بتضيع وقتك في حاجه انت مش مستفيد بيها. وانا اولكم يعني انا عندي نفس المشكله دي، عشان كده دورت على كل الحاجات دي عشان بحاول اقلل استخدامي للتليفون. فالفكره دي ان احنا نمسح البرنامج اصلا، ودي حاجه انا عملتها قبل كده وفعلا كنت مقرره ان انا مش هنزل الفيس تاني عشان مش بستفيد منه، ولو بستفيد بقدر قليل فانا اقدر نفس الاستفاده اخدها من برامج تانية ومن اماكن تانية. فللاسف لولا ان انا احتاجته في شغل بعدها بتقريبا سنتين ما كنتش نزلته تاني اصلا، كنت بستخدمه بس من على جوجل لو انا احتاجته. فحاولوا تمسحوا البرامج دي وتتشجعوا كده شويه، ولو احتجتوها افتحوها من جوجل. ولو لقيتوا نفسكم بداتوا تدمنوا فكره ان انتوا تدخلوا بقى جوجل كتير ولا كانه هو البرنامج، فابداوا برضو حطوا يعني قيود شويه على فتحكم لجوجل نفسه عشان برضو تقللوا استخدامكم. خامس حاجه ودي غريبه شويه، ان احنا نخلي الشاشه لونها ابيض واسود. احنا متعودين على الالوان، فطبعا واحنا بنقلب في الحاجه وهي الوان غير وهي ابيض واسود، لما نقلب في حاجه ابيض واسود احنا عينينا اصلا مش متعوده عليها، هتمل، هتحس ان احنا لا انا مش مرتاحه فمش عايزه اقلب اكتر، فهيقلل لنا شويه من اننا نقلب في التليفون كتير وكده. في فكره لطيفه شفتها عند بنت قالتها ان هي بتحاول تقلل استخدامها للتليفون، عملتها ان هي مسحت البرامج اللي هي مش محتاجاها زي ما قلنا مثلا الفيس، فخلت مثلا حاجه زي الانستا هي محتاجاها، خلت عليه حسابين، حساب فيهم هي مخليه فيه فعلا الناس اللي هي بتستفيد منها بس ناس قليله هي عارفه ان هي هتستفيد منهم،
فهي عارفه ان انا هفتح البرنامج دلوقتي عشان استفيد، مش عشان اعمل سكرول وخلاص واهرب من حياتي. فعملت كده. والحساب التاني خليته للناس اللي مثلا قرايبها واصحابها عشان تتواصل معاهم، عشان بقت بتحاول تخلي التواصل يكون في الحقيقه اكتر من البرامج، بدل ما نكون بس بنشوف نفسنا على الشاشات او بنتكلم من خلال الشات بس. فبقت بتحاول تكون موجوده في الحياه الحقيقيه مع الناس، تقعد مع اهلها مع صحابها. ودي حاجه منطقيه جدا، ان احنا بقينا حتى متعودين مثلا عايزين بعض هنكلم بعض كول او فيديو كول، ما بقيناش متعودين ان احنا يعني ما تيجوا نتقابل، ما تيجوا نقعد سوا. حتى واحنا في بيت واحد مع اهلنا كل واحد بيبقى قاعد في اوضته ماسك تليفونه وبيضيع عليه وقت بالساعات. فدي فكره لطيفه ممكن برضو نعملها علشان نقلل استخدامنا. الحاجه اللي بعد كده ان احنا نلغي الاشعارات كلها. ويا جماعه يعني مش متخيلين الهدوء في فكره ان انتوا مش كل شويه في تك تك تك، كل شويه اشعار بيجي، سواء بقى اي منصه، فيس، يوتيوب، انستا، واتس. فكل شويه وانتوا عمالين يجيلكوا اشعارات كتير، مهما كنتوا بتعملوا ايه ومركزين فيه انتوا هتسيبوا الحاجه عشان تبصوا على التليفون. لو انا قاعده بذاكر وصاحبتي مثلا بعتت لي، انا بحس ان انا لازم ارد دلوقتي، انا في اشعار وصل فانا لازم ابص عليه على الاقل. فكل شويه هفتح التليفون ابص على الاشعار. فالموضوع ده هيشتت. لو انا مركزه في حاجه انا هسيبها، لو انا قاعده بقرا في كتاب مثلا انا هسيبه، لو بعمل مونتاج ممكن اطلع منه علشان ارد على اصحابي. فالاشعارات الكتير خصوصا بقى من البرامج اللي هو مثلا حد نزل فيديو فوصل له اشعارات كتير، الاشعارات الكتير بجد بتوترنا، يعني اصلا بتخلينا مش قاعدين كده هاديين راسين مركزين في حاجه واحده. فالغوا الاشعارات من على الاعدادات بتاعتكم، ووضع التركيز اللي قلت لكم عليه من شويه اصلا بيلغي الاشعارات، ان هو بيخلي البرنامج مقفول باشعاراته، ما بيوصلكوش بقى كل شويه حاجه تشتتكم. سادس حاجه ان احنا نسمح لنفسنا ان احنا نمل. احنا يا جماعه وصلنا لمرحله اننا حتى الملل ما بقيناش بنسمح لنفسنا ان احنا نمله. لو شفتوا في تحدي اتشهر قريب ان احنا نقعد ساعه كامله مشغلين تايمر، ما بنعملش اي حاجه في الساعه دي، حتى ما معناش ورقه وقلم، احنا بس قاعدين سامحين لنفسنا نمل. وعلى الرغم ان التحدي ده صعب قوي قوي، الا ان ناس كتير لما جربته قالوا ان هم فعلا طلع لهم افكار كرييتيف قوي بسبب التحدي ده، او عامه لما بيسيبوا لنفسهم ان هم وقت يملوا فيه بيلاقوا نفسهم بيطلعوا بافكار كرييتيف فعلا بتساعدهم مثلا في شغلهم وفي حياتهم. فاحنا محتاجين ندي نفسنا فرصه نمل عشان دماغنا تشتغل. احنا ما بقيناش بنشغل دماغنا، بقينا بنستسهل كل حاجه وخلاص. فمحتاجين ندي نفسنا الفرصه لده. وطبعا عشان نستحمل ان احنا نبعد عن التليفون لازم يكون في بدايل. فلازم نحط في يومنا حاجات كتير تشغلنا، مثلا دراسه، شغل، هوايات. ركزوا على الهوايات قوي، ان احنا نحط هوايات كتير تشغلنا، حاجات زي التلوين. انا مثلا الفتره دي حاسه ان انا شغفي راجع للتلوين والرسم قوي، خصوصا التلوين. في كتب بتبقى مانديلا، بتبقى كتب كده مش فاكره اسمها، كوزي حاجه، بتبقى رسمات كده بنلونها مهما كنت انت كبير ولا صغير، هي حاجه مريحه نفسيا. فانا بقعد الون ببقى مش مركزه غير في الحاجه اللي انا بعملها، في نفس الوقت دماغي كده هاديه وحاسه بروقان، ودماغي بتفكر في حاجات ممكن مثلا يجيلي افكار فيديوهات مثلا انا عايزه اعملها، افكر في حاجات كرييتيف عايزه اعملها لحياتي مثلا. فالحاجات دي مش هتحصل لو احنا قاعدين شاغلين دماغنا طول الوقت بالتليفون وبحاجات تانية. فاسمحوا لنفسكم تملوا وحطوا هوايات كتير تعملوها في يومكم. هقترح لكم دلوقتي حاجات زي الجورنالينج، التلوين، الرسم، التطريز، رياضه معينه، قرايه الكتب والروايات، او اي حاجه انتوا بتحبوها او عندكم شغف ليها. ولو عندكم اقتراحات غير دول اكتبوا لي في التعليقات عشان نحاول نفيد بعض. وبكده انت مش هتبقى بس قللت التليفون، انت كمان هتكون زودت قدرتك الابداعيه واتبسطت. سابع نصيحة، أول وآخر ساعة في يومك ما تمسكش فيهم التليفون. احنا بنتأثر يا جماعة بكل الأخبار وبكل الحاجات اللي احنا بنشوفها. لما أول حاجة نعملها في يومنا لما نفتح، وده كلنا بنعمله، إن احنا بس نروح نتفرج على الناس عملت ايه، أو ايه الأخبار اللي حاصلة، أو العالم بيدور فيه ايه، في حاجات احنا مش هنعرف حتى نتحكم فيها. فاحنا ممكن نتنكد طول اليوم، ممكن الأخبار دي وارد جدا تأثر على بقية يومنا. فأول وآخر ساعة في اليوم بلاش تمسكوا التليفون، ودي حاجة أنا نفسي هحاول أعملها. اخر ساعه في التليفون بلاش، علشان اصلا هتاثر على نومك. فحاول بدلها مثلا اقعد اقرا في كتاب واعمل حاجه مثلا هاديه. واول ساعه بلاش، علشان تعرف تمشي الخطط اللي انت حاططها خلال يومك، ما يبقاش اي حاجه انت ظهرت لك اثرت على يومك. ممكن كمان نعمل حاجه كنت عاملاها في فتره، ان انا كنت محدده ساعات معينه في اليوم، الساعات دي انا مش هفتح فيها برامج سوشيال ميديا، حتى لو انا هفتح في وقت تاني. فانا الساعات دي انا مخصصاها لشغل، ان انا مثلا بذاكر وبعمل مونتاج وبعمل الحاجات المهمه اللي انا محتاجه اشتغل عليها. فمش هعمل في الساعات دي اي حاجه تانية على الموبايل. مثلا كنت ساعتها محدده تقريبا من الساعه 2 ل 5 عشان اقول لنفسي انا مثلا صحيت في الوقت الفلاني، فانا من اول ما صحيت لحد الساعه كذا انا هكون شغاله على الحاجات دي.
بعد ما اخلصها عندي وقت بريك لو انا حابه اقضيه على الموبايل شويه، وطبعا زي ما قلت في حاجه نحاول تكون مفيده على قد ما نقدر او حتى مسليه، بس احنا نكون بنتبسط فاهمين، مش اللي هو بنقلب وخلاص. تاني حاجه ودي ممكن تعملوها ان انتوا كل اسبوع تحددوا يوم تعملوا فيه سوشيال ميديا ديتوكس كده، اللي هو انتوا اصلا ما بتستخدموش الموبايل خالص، اقفلوا برامج السوشيال ميديا كلها وابعدوا التليفون عنكم، وشوفوا حاجات تعملوها في حياتكم غير التليفون. لما بنتجمع مع صحابنا وبنكون مبسوطين فعلا من قلبنا او مع اهلنا او بنعمل حاجه مبسوطين فيها من قلبنا، احنا ساعتها بنسبه كبيره ما بنفكرش نروح للتليفون نقعد كل شويه نبص عليه. فاعملوا كده، ركزوا في حاجه، اعملوا حاجه تبسطكم فعلا من قلبكم، لان انا لاحظت ان احنا حتى يعني السكرولينج غير ان هو بيضيع لنا حياتنا ودي مصيبه، احنا مش بنكون مبسوطين. فيعني يا ريتنا مثلا مبسوطين شويه، احنا لا، انا ما بكونش مبسوطه وانا قاعده بقلب على الفيس وخلاص بتفرج على حياه الناس. طب انا لا استفدت ولا اتبسطت، فانا بعمل ده ليه وبضيع حياتي فعليا عليه ليه؟ فمحتاجين نركز في ده. واخر حاجه، استخدم فكره السيف بدل الواتش. يعني بدل ما انت داخل التطبيق ده انت هتقعد تقلب فيه وخلاص، انت ممكن تعمل حاجه تانية، ان انت تدخل على قائمه السيف اللي انت اي فيديوهات او صور انت حفظتها، حاجات كنت شايف ان هي هتفيدك بعد كده فعملت لها سيف، فادخل عليها فلترها الاول، شوف الحاجات اللي انت فعلا محتاجها واللي لا، وابدا شوف حاجه حاجه كده، مثلا كورسات كنت ناوي تاخدها فابدا حاول تقدم في الكورسات دي او تتابعها، حاجات معينه كنت ناوي ان انت تعملها واجلتها فابدا خد الخطوات دي واحده واحده، عشان الحاجات دي ما عملنالهاش سيف وخلاص وسبناها للزمن، يعني احنا كده ما استفدناش منها. فبدل ما ندخل نقلب وخلاص في حاجات مش مفيده، لا انا كده كده حفظت حاجات انا عارفه ان هي هتفيدني، ولما بعد كده افتح البرنامج ويظهر ليا اي حاجه انا ممكن استفيد منها، ممكن اعمل لها سيف وبرده ارجع لها تاني استفيد منها بعد كده. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. انا عارفه ان الموضوع بجد صعب، واحنا بقى الموضوع بالنسبه لنا ادمان، فالموضوع صعب عليا زيكم، وانا بجد هحاول على قد ما اقدر ان انا اقلل التليفون، وبحاول اعمل تحديات مع نفسي زي تحدي بعمله الفتره دي على فيديوهات شورتس ممكن تشوفوه، ان انا بحاول اتحدى نفسي كل يوم اعمل حاجات معينه لمده اسبوع، وكل اسبوع اغير في التحدي عشان ما ملش. فاكتر حاجه بجد حاسه ان انا محتاجه اعملها وبدات اشتغل على ده، ان انا اصحى بدري وان انا اقلل استخدام التليفون لساعتين بالكتير خلال اليوم. فاتمنى فعلا ان انا اقدر اعمل ده، لان مش عايزين يعني مجرد حته حديده تسرقنا من حياتنا بالطريقه دي. زي ما قلت لكم احلامنا مش هتتحقق واحنا قاعدين مش بنعمل حاجه، يعني مش قاعدين بنتفرج على حياه الناس والناس تحقق احلامها واحنا قاعدين بس بنتفرج. فمحتاجين نبذل شويه مجهود، محتاجين فعلا نبدا نشوف الحاجات اللي بتبسطنا من قلبنا، مش مجرد اللي هو حاجات سريعه وخلاص في ظاهرها احنا ممكن نكون فاكرين ان احنا مبسوطين، بس لو اتحطينا في موقف بجد اتبسطنا فيها من قلبنا هنعرف ان دي ما كناش مبسوطين فيها. فاتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بالفيديو، هستناكم تشاركوني الحاجات اللي ممكن تعملوها علشان تقللوا من استخدامكم للموبايل. وبس كده، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامه.